اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة يا رب العالمين. النهارده هنعمل مع بعض احلى رز بلبن كريمي. طبعا اللي انا مصوراه دلوقتي كنت لسه غرفاه على طول في سخن، لكن لما تحطيه في التلاجة تلاقيه كريمي وطعمه زي العسل. لو اول مره تشوفيني متنسيش تعملي اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. متنسيش تعملي شير علشان الكل يستفيد، ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات. ويلا بينا بقى نشوف التحفه دي هنعملها ازاي مع بعض. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف هنعمل ايه. انا جبت هنا نص كيلو من الرز. طبعا انت على حسب الكميه اللي انت عايز تعمليها. نص كيلو الرز بيفلش معايا، يعني بيضاعف الكميه في الرز بلبن. يعني انت عايزه تعملي مثلا ربع كيلو فهيعمل لك برضو كميه حلوه. انا غسلته كويس خالص، وبعدين رحت حطيته كده، غطيته ميه وحطيته على البوتاجاز، وحطيت سنه ملح بسيطه خالص علشان سنه الملح دي مهمه جدا في الرز بلبن علشان تعادل السكر. لازم تحطي حته الملح دي. طب انتي مثلا ممكن تعمليه من غير السكر، تعمليه بملح برضو، لازم تحطي حته الملح قبل ما يستوي الرز. زي ما انتوا شايفين كده ابتدى ان هو يفلش معايا. وطبعا كل ما تقل الميه وما يكونش لسه استوى نحط ميه تاني من الحنفيه عادي. كل ما الرز اللي نلاقيه لسه مستوىش والميه بتاعته قلت نحط ميه تاني. طبعا هنا الرز كان استوى خالص تماما. نروح حاطين بقى اللبن بعد ما نغلي اللبن كويس خالص. بعد ما اللبن يغلي نروح حاطين اللبن على الرز بعد ما يستوي الرز كويس خالص. بعد ما حطينا اللبن في خطوة مهمة خالص في الرز بلبن. لازم ربع كوباية كده من المية وعليها معلقة من النشا، نحطها كده نقلبها كويس خالص في المية، وبعدين نروح حاطينها على الرز بلبن. بعد ما قلبتها كده كويس خالص نروح منزلها على الرز بلبن. دي اهم خطوة في الرز. نبدأ كده نقلبها كده تقليبة كويسة. طبعا هنا هنحط السكر على حسب الرغبة. لو انتي مش حابة ان انت تحطي سكر، في ناس برضو بتحط ملح، فانت زي ما تحبي، عايزة تحطي سكر حطي، عايزة تحطي ملح حطي. بس انا طبعا بفضله بالسكر يعني لان مش باكله بالملح. فانا حطيت كده كمية يعني كويسة من السكر على حسب الرغبة بتاعتي. فانت زي ما تحبي، عايزة تزودي، عايزة تقلل على حسب ما تحبي. وبس كده. بعد ما حطينا السكر بنقلبها تقليبه كويسه، وبعدين بنغرفها في الاطباق زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، يعني طلع كميه حلوه خالص. طبعا كده بعد ما انا غرفته كده هنحطه في التلاجة وهنسيبه حوالي ربع ساعه ونطلعه وناكله بالهنا والشفا. الهنا والشفا مقدما. متنسوش تقولوا رايكم طبعا في التعليقات، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام في التعليقات. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.